المساحه. وفي بقى الدرجه الثالثه من الشغلانه دي وهي معهد المساحه، وده الدراسه فيه في الاغلب بتكون لمده سنتين بس، وبتدرس فيه جزء من علوم المساحه، وبتطلع تحت بند فني مساحه او مساح. وعشان كده خريج معهد المساحه بيشتغل معاه مساعد مساح، وهو شطارته بقى في ان هو يتعلم على ارض الواقع ويطور نفسه عشان يقدر يعمل شغل اخصائي المساحه اللي داخل في كل مشاريع البناء والتشييد تقريبا، سواء طرق او كباري او مباني سكنيه او حتى مصنع. اخصائي المساحه هو اللي بيرفع التفاصيل المساحيه بتاعت اي مكان من وهو لسه في البدايه، وعلى اساس الرفع المساحي ده بيتصمم عليه المنشأ بتفاصيله، وبعدين يبدا من جديد يوقعه على الارض عشان يبدا الشغل في الموقع. فدوره فعليا يعتبر حيوي جدا، عامل كده زي الحكم اللي بيصفر في بدايه اي مشروع. وعشان الناس بتزعل من لفظ اخصائي مساحه، بحب اقول لك ان توصيف اخصائي المساحه في وزاره القوى العامله هو مهندس مساحه عام، ومفيش بند اخصائي مساحه اصلا. بس ده في الحقيقه مش هيفرق اي حاجه، والاهميه الحقيقيه هي دوره الحيوي جدا في الموقع. ندخل بقى في المهم، وهي مرتبات اخصائي المساحه في مصر ودول الخليج. لو اشتغلت اخصائي مساحه في مصر فهتاخد في رينج من 3500 جنيه لحد 8000 جنيه في الشهر، وده على حسب سنين الخبره طبعا. وعشان اوضح لك اكتر